مشاهدين السلام عليكم. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. My country, it there is on my tongue and in my blood. My heart glorifies it and my mouth prays for it. الأهلي والفرصة الأخيرة، إما أن تبقوا في نيويورك أو تعودوا إلى الجزيرة. الأهلي الليلة إن شاء الله الساعة 4 الفجر على موعد مع مباراته الأخيرة أمام بورتو، ودي الفرصة الأخيرة للأهلي، يا إما يكملوا في البطولة يا إما يعودوا، واللعيبة أمام فرصة تاريخية للفوز والتأهل إلى الدور الثاني، وحصول الأهلي على 7.5 مليون دولار بتأهله للدور الثاني. وأنا متوقع إن شاء الله إن لاعيبة الأهلي النهاردة هتكون غير المباراتين اللي فاتوا. انتظروا انتفاضة المارد الأحمر. الأهلي هيكون شكل تاني الليلة إن شاء الله. ليه؟ أولا لأن رهبة المباريات ورهبة الفرق اللي احنا بنلعبها راح، واحنا من زمان متعودين اللاعيبة المصريين بيبص على أسماء الفرق اللي بيلعبوها سواء في الأندية أو في المنتخبات، ونقول يا احنا هنقابل بالميراس، هو احنا هنقابل بورتو، هو احنا هنقابل بنفيكا، هو احنا هنقابل ريال مدريد، هو منتخب مصر هيلاعب إيطاليا، أكيد هننغلب بس ربنا يسترها. وديت موروث قديم عند المصريين. فاللاعيبة لعبوا مباراتين مع انتر ميامي وكانوا خايفين من ميسي وانتر ميامي، ولعبوا مع بالميراس وكانوا خايفين من بطل البرازيل، ولقوا في الآخر ان الفوز كان في متناول ايديهم وكان ممكن يحققوه. فرهبة المباريات وخضة أسماء الفرق خلاص راحت من عند اللعيبة. الحاجة التانية والمهمة إن روح التحدي وإثبات الذات هتكون أقوى عند اللعيبة النهاردة. اللعيبة سمعوا الانتقادات اللي وجهت إليهم في الأيام الأخيرة وأمام تحدي مع نفسهم، وروحهم هتكون عالية وحماسهم أشد لإثبات الذات وتحقيق نتيجة إيجابية ومسح الصورة السلبية اللي عند الجماهير. الحاجة الثالثة والمهمة واللي هيكون لها فرق كبير جدا الليلة وهي الجو. اللعيبة هتلعب بالليل بتوقيت أمريكا والجو هيكون جميل عكس مباراة بالميراس اللي كان في عز الظهر، وطبعا ده بيأثر على لياقة اللعيبة. فالجو النهاردة هيساعد اللعيبة انها تدي وتطلع كل ما عندها ان شاء الله، بس بشرط ان المدرب ما يفتيش ويجرب، مش وقت تجارب ابدا. سمعنا تسريبات ان هو هيلعب ببن شرقي جناح يمين والعش باك شمال بدل يحيى عطية الله، وهيغير مركز مع محمد علي بن رمضان. فالماتش ده مش ماتش تجريب، لازم يثبت التشكيل اللي لعب بيه مع التغيير الاضطراري بأليو ديانج بدل مروان عطية، ومصطفى العش بدل ياسر إبراهيم اللي أصيب. موضوع انه يغير يحيى عطية الله ليه؟ يحيى عطية الله أدى مباراة رائعة ونال استحسان الجميع في المباراة الماضية، فليه يغيره؟ يثبته زي ما هو في الناحية الشمال ويلعب النص زي ما هو. هيغير بس أليو ديانج مكان مروان عطية مع وجود محمد علي بن رمضان وحمدي فتحي في خط النص، والهجوم تريزيجيه في الشمال، زيزو في اليمين، وسام أبو علي في الهجوم زي ما هو، أو عاوز يبدأ بجراديشار ما فيش مشكلة وينزل وسام أبو علي الشوط الثاني. كل جماهير مصر من أول المحللين والمعلقين والمشجعين انتهاء ببتوع الملامين بيقولوا زيزو يلعب ناحية اليمين. مفيش فايدة. ايه اللي يودي زيزو ناحية الشمال؟ لو كان المدرب اللي قال له يروح هناك كده تبقى مصيبة، ولو كان زيزو بيروح من نفسه تبقى مصيبتين. الشمال فيها يحيى عطية الله وفيها تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان بيضم عليهم، زيزو كمان يروح لهم، يبقى 4 في الشمال وسايبين محمد هاني يتقطع نفسه في الناحية اليمين وعندناش وينج يمين. مش ممكن. محمد هاني مش مقصر واللاعب مستواه زي ما هو بيقدم مباراة رائعة، مش ذنبه. لو في معاه حد بيسند ناحية اليمين كان هيبقى حاجة تانية خالص. فلازم زيزو يلعب ناحية اليمين. هو يقول للاعيبة طلعوا كل اللي عندكم في الشوط الأول، مالكوش دعوة باللياقة في الشوط الثاني. في الشوط الثاني عندي 5 تغييرات، يغير، ينزل جراديشار بدل وسام أبو علي إذا بدأ بوسام،
او اذا بدأ جراديشار ينزل وسام ابو علي بدله، وينزل مجدي قفشه بدل زيزو اذا تعب، ينزل حسين الشحات، وينزل اشرف شرقي بدل تريزيجيه اذا تعب. عندنا 5 تغييرات الفيفا سامحنا بيهم، واللعيبه اللي بره بتحدث الفارق. ما تقلش، قلت 100 مره ما تقلش عن اللعيبه اللي جوه. هو بن شرقي يقل عن تريزيجيه؟ هو حسين الشحات يقل عن زيزو؟ هو جراديشار يقل عن وسام ابو علي؟ هو بيكم يقل عن ياسر ابراهيم؟ ما ينفعش اللعيبه اللي بره زي اللعيبه اللي جوه. ينزل ويعمل تغييراته ويبث الروح والحماس ودماء جديده ترجع اللياقه تاني وتعيد للاهلي السيطره على المباراه. وان شاء الله زي ما قلت لكم بتوقع ان الاهلي يكون شكل تاني الليله ويحقق نتيجه ايجابيه ويفوز 2-0، ونتمنى هزيمة أحد فريقي بالميراس أو انتر ميامي، المهم واحد فيهم يفوز على الثاني والأهلي يصعد إن شاء الله. عندنا بقى تعليق صغير على الهلال السعودي. أنا نزلت امبارح بوست ونزلت كمان مقطع قصير على قناة العمريت سبورت، يا ريت اللي ما اشتركش فيها يشترك. حذرت الهلال من صعوبة مباراة سالزبورج، وقلت إنها ما تقلش صعوبة عن مباراة ريال مدريد، وقلت يا ريت ما تعملوش زي ما عمل المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر. أدى مباراة رهيبة مع الأرجنتين وغلب الأرجنتين، وبعد كده انغلب المباراتين اللي بعديهم وخرج من دور المجموعات. وقلت الهلال مش عاوزه يعمل كده، يطلع كل اللي عنده في مباراة الهلال ويأثر عليه في المباراتين التاليتين لها. فالحمد لله المباراة خرجت بالتعادل، وياسين بونو تألق وحافظ على شباكه نظيفة ومنح الهلال نقطة. المباراة القادمة إن شاء الله مع باتشوكا الهلال يلعب ويحاول يحرز عدد كبير من الأهداف ويركز ويأمن دفاعه، ما يندفعش الهجوم ويترك الدفاع لباتشوكا يحرز هدف، لأن الأهداف هيكون لها دور كبير في حسم بطاقتي التأهل. ويا ريت يحاول يحرز أهداف كتيرة علشان يصعد أول المجموعة، فيتجنب أول المجموعة التانية اللي هو هيقابلها، علشان إن شاء الله يكون له حظوظ مش في صعود لدور ال16 بس، لدور ال16 والدور الثمانية والقبل النهائي إن شاء الله. بالتوفيق للفرق العربية، وبنهني الترجي على فوزه على لوس أنجلوس، بنتمنى له إن شاء الله الفوز في المباراة القادمة ويصعد للدور الثاني إن شاء الله. وكمان بنهني سان داونز على مباراته الرائعة أمام بروسيا دورتموند، وبنتمنى إنه يفوز في المباراة القادمة ويصعد للدور الثاني إن شاء الله. وبنقول لفريقي العين الإماراتي والوداد المغربي هارد لكما، وبالتوفيق إن شاء الله في البطولات القادمة. العمريت سبورت قناة جديدة على اليوتيوب هتبقى ترند إن شاء الله. خلص الكلام ولسه في الملعب أحلام، ومن العمريت سبورت بقدم لكم أحلى سلام. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وسلام عليكم.